السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا طلبة تالتة اعدادي؟ لو انت لسه كحيان وعلى باب الله، احب اقول لك ان الفيديو ده مثلا لو انت شفت الفيديو، مثلا شفت لك فيديو من عند مدرس فاضل الله يصلح حاله يعني في شرح ولسه ما حلتش اي حاجة، فان شاء الله باذن الله المراجعة دي بتاعت الحالة دي هتكون خفيفة عليك باذن الله. وكل الاسئلة اللي احنا هنعدي على كل الافكار ومش هنقص لك ولا فكرة، ودي اللي هتيجي منها في الامتحان باذن الله. تمام، بس عايزك بس كده تصلي على النبي وتستهدى بالله كده. ولقيت الوحدة الأولى بيبقى ممكن يبقى لها أسئلة حلوة كتير، فحبيت أبدأ بالوحدة الأولى الأول، بعد كده نحل على كل حاجة بإذن الله. تمام. تمام. اللهم سهل إلا ما جعلت سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. سمي الله كده وصلي على رسول الله قبل ما تبدأ كده، وخلي دماغك كده ايه شغالة. كوباية شاي، أي حاجة تشربها. يعني حاول انك تفوق، ما تحاولش انك كده مثلا تسمعني وانت قاعد، تسمعني وانت نايم اقصد. اسمعني وانت قاعد، يعني اقعد كده، صلي على النبي كده وسعد بالله كده وزش اقعد ماشي. يلا بقى نبدأ، بسم الله بسم الله. أكمل. ده الوحدة الأولى ماشي. سيارة تتحرك بسرعة 40 متر على الساعة على الثانية، ثم تحركت بعجلة 2 متر على الثانية تربيع، فتصبح سرعتها بعد مرور 10 ثواني كام؟ كده هو بيقول لك مبدئيا، قال لك لو تحرك بسرعة دي اعرف ان دي السرعة الابتدائية. بعجلة ماشي دي، فتصبح سرعتها 10 تصبح سرعتها بعد 10 ثواني كده، اداك الزمن. قال لك عايز السرعة التانية، فسرعتها بعد ايه 10 ثواني، او عايزك السرعة النهائية. احنا عارفين ان العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الاتنين، على الزمن يعني اقصد. السرعة النهائية انا معرفهاش، ناقص السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية كانت 40 على الزمن كام؟ 10. خلاص، وادي العجلة بتساوي 2. تمام. يبقى هتضرب 2 في القوس ده، لا تضرب الاتنين في العشرة، والواحد في دي هتطلع لك عين. 1 ناقص 40 هتساوي ايه؟ 20. تمام. هتودي دي الناحية التانية بإشارة موجبة، هتبقى موجب 40. هطلع لك عين 2 بكام؟ ب60. 60. طيب، اللي بعده. عندما يتحرك جسم في خط مستقيم واتجاه ثابت، فإن المسافة المقطوعة. قالك في خط مستقيم واتجاه ثابت، اعرف ان دي الحالة لا اللي بتكون المسافة بتساوي الازاحة المقطوعة. اكتبها بالعربي تساوي ماشي. السرعة هي سرعة ايه؟ هي سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب. قالك بالنسبة لمراقب، فدي يعتبر السرعة النسبية. ماشي. مسار الحركة في اتجاه واحد قد يكون مستقيم او منحني. مجمع لك كل الاسئلة، او تركيبا معا، المفروض او كلاهما معا. جمع لك كل الاسئله حتى في اصغر تفاصيل هتلاقيها موجوده باذن الله. تعرف ايه بانها المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن؟ السرعه. طيب، تنقسم الكميات الفيزيائيه لكميات فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. طيب، اذا كانت السرعه النسبيه للسياره 30 كيلومتر، السرعه النسبيه للسياره 30 كيلومتر على الساعه بالنسبه لمراقب يتحرك. لما يقول لك بالنسبه لمراقب يتحرك، اعرف ان هو ايه؟ ده المراقب. سرعته 55 كيلومتر على الساعة في نفس اتجاهها، فإن السرعة الفعلية للسيارة تكون. كده عايز يقول لك ان انا السرعة النسبية بتاعتي، امسح امسح. انا كده اعرف ان السرعة النسبية اللي هي 30 هتساوي السرعة الفعلية ناقص المراقب بكام؟ ب55. ودي اشارتها بالسالب، ودي الناحية التانية بالموجب. تمام، هتبقى 30 زائد 55 هيديك حوالي 85. يبقى هتكون السرعة الفعلية كام؟ 85. طيب، من وحدات قياس السرعة المسافة والزمن. قشطة. طيب، أو وحدات القياس، ماشي. ثانية، عندك ايه؟ عندك حاجة دي مش وحدة قياس، دي وحدة قياس، لا دي مش وحدة قياس. اقول لك انا دلوقتي، ثواني لازم بس مساحة ممحاة. هتبقى كيلو متر على الساعة ومتر على الثانية، دي وحدة قياس عشان اقول لك وحدة قياس ماشي. طيب، حاصل ضرب. قالك لو السرعة بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المسافة والزمن. السرعة، المسافة والزمن. لما يقول لك وحدة قياس يبقى كيلو متر على الساعة ومتر على الثانية. طيب، حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الأرض.
حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن. في الأرض ايه؟ أنا قلت أرض، ايه الهبل اللي أنا قلته ده؟ ما علينا. حاصل ضرب سرعة الجسم في الزمن يديك ايه؟ يديك مسافة. السرعة نقط يصعب تحقيقها عمليا السرعة المنتظمة. فعلا ليه؟ لأنك انت في الحقيقة أصلا بتلاقي مطبات وتلاقي حاجات، فالسرعة عمرها ما تكون منتظمة. انت بتحسب السرعة المتوسطة ليها بس. طيب، قياس السرعة النسبية يعتمد على ايه؟ حالة المراقب. حالة المراقب واتجاه حركة المراقب. طيب، اللي بعده. عندما تكون وحدة قياس السرعة متر على الثانية، وحدة قياس الزمن ثانية، تكون وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع. ماشي. عندما يتحرك جسم عجلة تنقصية فإن سرعته، فإن السرعة النهائية أصغر من السرعة الابتدائية. ماشي. ايه يا عم؟ اهو. طيب، في العلاقة البينية المسافة وزمن الحركة المنتظمة يمثلها خط. قالك الحركة المنتظمة يرسمها خط ايه بقى؟ خط مستقيم. مستقيم يمر بالنقطة الأصل. طيب، نقط هي المقدار الإزاحة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. دي السرعة المتجهة، دي المتجهة. ماشي. كمية التي يلزم تحديدها تماما لمعرفة مقدارها واتجاهها، يبقى ديت الايه؟ الكمية المتجهة، المتجهة برضو. طيب، تعتبر المسافة من الكميات الفيزيائية القياسية، والقوة من الكميات الفيزيائية المتجهة. المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت وهي كمية متجهة، هي ايه بقى؟ الإزاحة. طيب، يسمى الطول أقصر خط مستقيم بين موضعين، ده ايه؟ الإزاحة. مقدار الإزاحة. طيب، اللي بعده. يلا نيجي على الاختياري. وحدة قياس السرعة متر على الثانية، مش هنقعد نختلف فيها كتير. لتعيين الزمن يلزم معرفة مقدارها فقط، مش مقدار واتجاه. طيب، أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت مين؟ الإزاحة. أنا بقولك أقصر مسافة، أنا عايز طريق مختصر. مختصر ايه ده؟ مش صح، مش اهو. عايز طريق مختصر، زي مثلا لو اداك طريق مثلا كده A B C D. تمام، عشان خاطر ما تتوهش، انا رحت من هنا لهنا، انت طبعا هتختار اقصر طريق هنا. لا، هو مش اقصر، هو اقصر طريق، بس انت بتاخد ايه؟ نقطة البداية ونقطة النهاية، وتوصل ما بينهم. تمام، ادي نصيحة مني ليك. لما يجي يقولك انا عايز الازاحة، تروح عامل ايه؟ تروح قايل ايه؟ عايز انا نقطة البداية وعايز نقطة النهاية بس. في نقطة البداية في نقطة النهاية، وصلهم ببعض. تمام. طيب، الجسم الذي يبدأ حركته من السكون تكون عجلة حركته كام؟ موجبة. تمام، لأنه بدأ من الصفر وبدأ كده يطلع. كده معناه إن السرعة النهائية رقم كبير أكبر من السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية بتساوي صفر يعني. طيب، وحدة قياس السرعة المتجهة متر على الثانية برضه. ايه المشكلة؟ بس وانت بتكتب مثلا انا عايز سرعة المتجهة، تكتب عين. ده عين باتجاه كده، ده عين متجه. او عايز مثلا تكتب الازاحة تبقى فيه متجه. ماشي. طيب، يؤدي الطيران في نفس الاتجاه الرياح الى ايه؟ الى تقليل. انا عامل سهم لتحت اهو. تقليل مقاومة الرياح لحركة الطائرة اهو. شايف دي كانت موجودة في اخر جزئية كده في الدرس. مين هيقولها لك؟ مفيش. طيب، جسم تحرك مسافة 20 متر في خط مستقيم. تمام، يكون مقدار ازاحته صفر. لا، مش صفر. 20 متر في خط مستقيم. لا، مش صفر.
بيقول لك خط مستقيم في اتجاه ثابت اهو، في اتجاه، في نفس الاتجاه، معناها يديك 20 متر اصلا. ده اللي احنا كنا ماشيين عليه اصلا بنفس القانون. طيب يكون مقدار السرعة، ما هو قال لك هنا ايه؟ قال لك ان المسافة هتساوي الازاحة في حالة واحدة، في حالات تانية يعني. ايه الحالة؟ الحالة ان هما يكون في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت، بس يكون في خط مستقيم. طيب فعشان كده انا قلت لك ايه 20 متر. ماشي. يكون مقدار السرعة القياسية بيساوي مقدار السرعة المتجهة عندما يتحرك الجسم برضه في خط مستقيم في اتجاه واحد، هي. طيب اللي بعده. هنج. التابلت هنج، هيفصل. الإزاحة كمية ايه ووحدة قياسها ايه؟ الإزاحة كمية متجهة عشان نكون عارفين ونكون واضحين يعني. طيب وحدة قياسها بالمتر ولا متر على الثانية ولا متر؟ لا هي بالمتر بس. طيب نغير اللون عشان انا بحب اغير كتير. نخليها احمر. عندما يقطع متسابق مسافة 100 متر ذهابا ومثلها عودة، فإن الإزاحة التي أحدثها تساوي كام؟ أنا رحت، طب هقولك على حاجة، أنا رحت من A ل B، خدت 100 متر، و B ل A خدت 100 متر. كده معناها أنا رحت وجيت مسافة قد إيه؟ إزاحة قد إيه؟ مسافة 2 متر. طب الإزاحة صفر ليه؟ لأن أنا رجعت نقطة البداية تاني. طيب إذا كانت السرعة النسبية للسيارة 50 كيلو متر بالنسبة للمراقب يتحرك، كده عرفنا إن المراقب كام؟ 25 كيلو متر وفي عكس الاتجاه. خلاص كده عرفنا ان السرعة النسبية هتساوي الفعلية زائد المراقب بس. فإن السرعة الفعلية للسيارة تكون كام؟ أنا عايز السرعة النسبية ب50 والسرعة الفعلية بكام؟ ب25، ودي زائد عشان خاطر عكس الاتجاه. ودي الناحية التانية بعكس الإشارة هتبقى بالسالب، هتبقى سالب 25 زائد 50 هيديك 25 برضو. كده السرعة الفعلية دي كام؟ 25. طيب استخدم الآلة الحاسبة طبعا. درجتان تتحركان في نفس الاتجاه. ماشي، قالك في نفس الاتجاه، شيل كده على نفس الاتجاه واكتب كده فوق قوسين طرح، ده لو في يعني. طيب بسرعة كام؟ 20 كيلومتر على الساعة تكون السرعة الدراجة الأولى كما يلاحظها سائق الدراجة التانية هي ايه؟ ماشي. أنا اتحركت، الدرجة التانية يتحركوا في نفس الاتجاه بسرعة كام؟ 20 كيلومتر. اه الدرجة الأولى ب20 والدرجة التانية ب20، يعني الواحد ب20 والتانية ب20. فكم تكون فتكون السرعة الأولى كما يلاحظها سائق السيارة التانية كام؟ إذا كانوا الاتنين ماشيين بنفس الاتجاه وبنفس السرعة فكده هنا ايه؟ كده هتبقى بتساوي صفر. ليه؟ ما هو السرعتين بتساوي بعض فكده لازم تساوي صفر. طيب ما هو ده كمان في نفس الاتجاه فتبقى ناقص يعني. طيب 13. الجسم الذي يقطع 50 كيلومتر في ساعتين تكون سرعته كام كيلومتر؟ جسم ليقطع 50 كيلومتر في ساعتين، كده عايز سرعة بتساوي المسافة على الزمن، تبقى 50 على الاتنين يبقى ادينا 25 كيلومتر على الساعة اهي. طيب إذا كانت سرعة الجسم في لحظة ما 55 متر على الثانية، وبعد 5 ثواني أصبحت سرعتها 25 متر على الثانية، فإن الجسم يتحرك بعجلة مقدارها إيه؟ احنا عارفين إن العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن. هو مديني العجلة، لا هو عايز العجلة. خلاص يبقى السرعة النهائية، قالك في لحظة ما كانت سرعة الجسم في لحظة ما كانت 50، يبقى دي كانت السرعة الابتدائية. وبعد كده بعد 5 ثواني أصبحت سرعتها كام؟ السرعة النهائية بكام؟ ب25 متر على الثانية. طب تمام. الزمن فين الزمن؟ 5 ثواني خلاص. والسرعة النهائية اهي، السرعة النهائية ب25 ناقص 50 على ايه؟ الخمسة. 25 ناقص ال50 هيديك سالب 25 على الخمسة، على الخمسة في الواحد على الخمسة فالكام؟ فالخمسة تبقى سالب 5، يبقى العجلة هتساوي سالب 5. سالب 5 ودي يعتبر عجلة تناقصية. طيب بالنسبة، طيب احنا قلنا ايه؟ هتبقى كانت سالب 5، كده تبقى سالب 5. ماشي. السرعة النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية للجسم المتحرك بعجلة تزايدية. قالك بعجلة تزايدية اعرف ان السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، وقالك النسبة ما بينهم فبدأ بالنهائي إلى الابتدائي
تمام. النهائي هيبقى اكبر من الابتدائي، وليكن مثلا تبقى مثلا 4، والابتدائي هتبقى مثلا 2. فكده النسبة ما بينهم 4 على 2، فالاتنين يبقى هي اكبر من الواحد الصحيح. طيب، عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي 0، فهذا يعني أن الجسم يتحرك. أنا اتحركت بعجلة تساوي 0، فأنا اتحركت بسرعة إيه؟ بسرعة منتظمة. طيب، اللي بعده. صح وغلط دي عادي. مثلا ناخد مسائل. ماشي، ناخد في المصطلح العلمي. حلو برضه، المصطلح العلمي جميل. كتب المصطلح العلمي: طول مسار الفعل الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع البداية إلى موضع النهاية. قالك طول مسار الفعل يبقى دي المسافة. وش. طيب، كمية متجهة وحدة قياسها 2 متر على الثانية، يبقى ده مع ده عايز الايه؟ ثانية. كمية المتجهة وحدة قياسها متر على ثانية تربيع، دي العجلة. طول أقصر خط مستقيم بين موضع البداية وموضع النهاية، دي الحجاز. طيب، تغيير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. بيعرف باسمه ايه؟ باسمه الإزاحة. الإزاحة. طيب، 5. السرعة التي لو تحرك بها الجسم قطع مسافة تساوي في أزمنة متساوية. ده معناها هو بيكلمك على السرعة الايه؟ المنتظمة. السرعة المنتظمة. على فكرة، لو قالك السرعة المتوسطة حلو، لأن هو كان بيقولك إن هو لو وكأنه بيتحرك في مسافة متساوية في أزمنة متساوية. طب 6. شخص شخص ساكن أو متحرك يقوم بمراقبة وتقدير السرعة بالنسبة للأحجام المشتركة. ده مين ده؟ ده هيبقى المراقب. طيب، حيوان يرى مفترس يعبر عن سرعته متجهة بتحديد اتجاه سرعته أو اتجاه حركته. ده معناها ايه؟ ده الفهد. المسافة المقطوعة في مستقيم في الوزن والثابت. هو موضع البداية وموضع النهاية. تاني: المسافة المقطوعة في خط مستقيم في اتجاه ثابت من موضع البداية لموضع النهاية. ده معناها ليه؟ عايز الإزاحة. بس. طب اللي بعده. ماشي، صواب الخطأ دي عادي. نيجي هنا على تعتبر الكتلة والزمن والطول مسافات كميات قياسية. أنا جبتها لك كده، جبت لك الإجابة تحتها. هتقول لك اهو: لأنه يلزم بوصفها تحديد مقدار واحدا فقط بقياسها فقط. طيب، تاني حاجة: الجسم المتحرك بعجلة لا يمكن أن يكون متحركا بسرعة منتظمة. ليه؟ لأن سرعته تتغير بمرور الزمن. طب هنا 3: يتحرك القطار بسرعة غير منتظمة. هتقول لأنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. طب تمام جدا. مم، جسم يتحرك. نبدأ من المسائل الحسابية. جسم يتحرك في مسار دائري محيطه 300 متر، قطع 10 دورات متتالية خلال 3 دقائق. يا جماعة، كان في غلط في السؤال الأولاني ده فمش عجبني. تمام. فمش كان في حاجات مش مظبوطة فيه، فنبدأ في سؤال تاني على طول. في المسائل: سفينة تبعد عن الميناء 8.5 كيلومتر، فإذا أطلقت صافرة فبعد كم ثانية يسمع الشخص يقف على رصيف الميناء هذه الصافرة. علم أن الصوت ينتقل في الهواء بسرعة ثابتة 340 متر على الثانية. تمام، ماشي. خلاص، انت عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ آه، سفينة تبعد عن المينا. ماشي. فإذا أطلق السفارة على بعد. ماشي. ده عايز ايه؟ هو عايز الزمن كده. هو عايز الزمن. فبعد كام ثانية؟ أيوة، بعد كام ثانية. ده السؤال. طيب، هنا أول حاجة لازم نشوف التحويلة، فلازم أنا أحول 8.5 في 1000 بكام؟ ب8500. دي كده عايزين الزمن هتساوي المسافة على الايه؟ على السرعة. فالمسافة 8500 على 340. ادي 8 بالانجليزي اهو. 8500 على 340 هيديك حوالي 25 ثانية. بس كده. يلا اللي بعده: يذهب تلميذ إلى مدرسته قاطعا مسافة 500 متر شرقا. خلاص.
قطعت 500 متر شرقا. بص بص ركز، لازم ترسمها، لازم ترسمها. ادي شرق 500 متر، ماشي. ثم 400 متر شمال، دخلت في شمال اهو 400. طيب ثم 500 متر غربا، 500 غربا، 500 اهو. احسب كده من المسافة اللي زي حالتين يقطعهما التلميذ إلى المدرسة. طبعا احنا عارفين ان المسافة مجموعة من الأول للآخر. عندك 500 و400 900، 900 و500 1400 متر. طب الإزاحة، الإزاحة هي أقصر مسافة من نقطة بداية نقطة نهاية، من نقطة بداية نقطة نهاية بتاعت 400 دي. خلاص يبقى 400، هتكتب 400 متر بس هتاخد صفر. ليه؟ لازم تدي الاتجاه، ما دي إزاحة. ف 400 متر في اتجاه، ثانية، في اتجاه الشمال. طب انا هسألك بقى يا مستر حاجة كده حلوة، انت ليه قلتها في اتجاه الشمال، ليه ما قلتهاش في اتجاه الجنوب؟ يب يعني مش عايز اشتمك. ليه؟ احنا قايلين من نقطة البداية لحد نقطة النهاية، فانت تبدأ من البداية مش تبدأ من النهاية. تبدأ من البداية، كان بدايتي هنا، بدايتي هنا، ورحت فين؟ رحت للنهاية، فرحت فين؟ شمالي. طيب هتقولي اه، هقول لك انت لسه فاكر. سيارة سباق بدأت حركتها من السكون، يعني ايه حركتها من السكون؟ يعني السرعة الابتدائية بتساوي صفر، حتى وصل سرعتها 90 كيلومتر، يعني السرعة النهائية بتساوي 90 كيلومتر خلال 20 ثانية، ومعانا الزمن 20 ثانية. عايز العجل، خلاص العجلة سرعة نهائية ناقص سرعة ابتدائية بتساوي صفر. 20 سرعة ابتدائية ناقص سرعة ابتدائية، سرعة نهائية ناقص سرعة ابتدائية على الزمن ناقص الصفر على كام؟ على 20. يبقى 90 على 20 يعني حوالي الساعة على 2 4 ونص. هيطلع لك العجلة بتساوي 4.5 متر على الثانية تربيع. اللي بعده، جسم يتحرك بسرعة 72 كيلومتر على الساعة تحت تأثير عجلة منتظمة بمقدارها 2 متر على الثانية تربيع. احسب الزمن المستغرق تصبح سرعته كام؟ 50 متر على الثانية. طب ماشي، احنا عارفين ان العجلة بتساوي السرعة النهائية 2 عين 2 ناقص عين 1 على الزمن. طيب واحنا معانا كام؟ احنا معانا 50 متر على الثانية تربيع. ايه ده 50 متر؟ 50 متر على الثانية، المفروض سرعته 50 متر على الثانية. 50 متر على الثانية، ماشي. ديت العين 2، عين 2 بتساوي 50 متر على الثانية. هنا 72 كيلومتر على الساعة، فلازم نحولها لمتر على الثانية. في 72 في 5 على 18 يحولك حوالي 20 متر على الثانية. طيب ايه تاني؟ احنا عايزين الزمن صح؟ في العجلة بتساوي كام؟ 2 هتساوي 50 ناقص 20 على زين، هتبقى 2 زين، ما هتضرب طرفين في وسطين، 2 زين بتساوي 50 ناقص 20 يعني حوالي 30 على الاتنين على الاتنين، فبقت الزمن بتساوي كام؟ 15. طيب اللي بعده، تتحرك سيارة بسرعة 90 كيلومتر على الساعة، فما الزمن اللازم لكي تقطع سيارة مسافة 500 كيلومتر؟ طيب عايز الزمن، الزمن بيساوي المسافة على الايه؟ المسافة على السرعة. خلاص الزمن بتساوي المسافة على السرعة، المسافة ب500 على 90، زيرو راح مع زيرو، 50 على 9 فالكام؟ ها ها، فحوالي 5.6 ساعة. طيب احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية 40 كيلومتر على الساعة بالنسبة لمراقب يتحرك في عكس الاتجاه بسرعة 30 كيلومتر على الساعة. عايز السرعة الفعلية، احنا معانا السرعة النسبية بكام؟ ب40. هتساوي السرعة الفعلية اللي انا معرفهاش زائد 30 عشان قالك عكس، تودي بعكس الإشارة بالسالب، فهتديك الفعلية بتساوي كام؟ بتساوي 10. صح؟ قالك هنا احسب السرعة الفعلية للسيارة سرعتها النسبية دي 40. احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية 40 بالنسبة لمراقب يتحرك في عكس الاتجاه بسرعة 30. قال لي سرعتها النسبية 40، ماشي، كيلومتر على الساعة بالنسبة لمراقب يتحرك في عكس الاتجاه بسرعة 30. ماشي، ده 40 ودي 30. قالك عكس الاتجاه في يعني بالموجب 30، 10. المفروض تطلع لي ايه؟ 10. ماشي.
يلا نكمل. عندما يتحرك القارب من السكون، يعني عين واحد بتساوي صفر، وصلت سرعته إلى 2.5 متر على الثانية، يبقى عين اتنين بتساوي 2.5 متر على الثانية. خلال فترة زمنية مقدار 5 ثواني، معانا الزمن بتساوي 5 ثواني. احسب مقدار العجلة اللي يتحرك بها القارب. مقدار العجلة هتساوي عين اتنين اللي هي 2.5 ناقص صفر على الزمن بكام؟ ب5. يبقى 2.5 على 5 هيديك حوالي نص متر على الثانية تربيع. كده بدل ما اديهالك بالموجب، اعرف على طول ان هي نوعها العجلة عجلة موجبة. طيب الرسومات بقى. في الشكل المقابل، بدأ الجسم حركته من النقطة ألف، فقطع مسافة 30 متر شمالا خلال 30 ثانية. ماشي، هو كده بيقول لك من نقطة ألف كده، دي البداية. خلاص كده عرفنا ان هي دي البداية. ماشي، من نقطة ألف فقطع 30 متر شمالا خلال 30 ثانية، ثم 60 متر شرقا خلال 20 ثانية. ماشي ثم 30 متر جنوبا خلال 10 ثواني حتى ينتهي عند النقطة دي. احسب السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة بيساوي ايه؟ المسافة الكلية على الزمن الكلي، وخلي بالك من كلمة زائد الزمن الايه، الزمن الراحة او الزمن الاضافي او اي حاجة. لو خد استراحة او قعد بتاع مش عارف ايه، خليها دي معاك. زمن الراحة او زمن الاضافي هتحتاجها، ممكن يجيلك في الامتحان يقول لك مثلا انا رحت مثلا انا رايح مثلا، انا رايح من البيت للمدرسة، عديت على بتاع الكشري، خدت لي راحة بتاعت نص ساعة. وانا رحت مثلا مسافة من البيت للكشري 30 متر، ومن الكشري للبيت للمدرسة 30 متر. تمام. يا 60. خدت زمن عشان اوصل لبتاع الكشري كام؟ نص ساعة، ومن بتاع الكشري للمدرسة نص ساعة، فتحسبها لي ساعة. انا بقى في بتاع الكشري خدت حوالي نص ساعة راحة. هل انت هتحسبها لي؟ هتقولي لا لازم أنا احسبها. اقول لك انا لا لازم تحسبها. واخد بالك انت؟ فهتبقى ساعة ونص مش ساعة. يا رب تكون فاهمني. ما علينا. قال لك هنا عايز سرعة متوسطة، فزمن الكلي المسافة كلها زمن الكلي، المسافة الكلية 30 60 30 هيديك بتاع حوالي كام؟ اسمه ايه ده؟ 120 على 30 30 20 10 30 وعشرة 50 50 وعشرة 60 بتاع حوالي 2 متر على الثانية. طيب السرعة المتجهة انت لازم تجيب الإزاحة الأول، والإزاحة من النقطة دي لحد نقطة النهاية، يعني بتاع حوالي 60 متر. طيب على الزمن، انت بقى الزمن هيبقى ايه؟ هتقولي طبعا الزمن الكلي 30 و20 و10. هقول بذمتك انت يا راجل، بذمتك هتاخد انت المسافة دي، تاخد انت المسافة دي وتحسبها على الزمن ده كله؟ طب ما تحسبها على الزمن، المسافة اللي انت هتقطعها يا ابني. ما هو قطع كام؟ 60 متر في كام؟ في 20 ثانية. ب 60 على 20 يا راجل، 60 على 20 فهديك حوالي 30. 60 على 20 هديك 3 متر على الثانية. 3 متر على الثانية. تمام، هنحذف ونكتب. هتبقى 60 على 20 يساوي 3 متر على الثانية. طيب باتجاه ودي متجهة، فتقول اتجاه الشرق. ليه؟ لأن رايح كده. طيب ما نوع السرعة التي يتحرك بها الجسمان؟ سرعة منتظمة. سرعة منتظمة. قشطة. احسب النسبة بين السرعة التي يتحرك بها الجسم من نقطة A للنقطة B. من إيه السرعة اللي يتحرك بها A إلى السرعة يتحرك بها B. بص هقولك على حاجة حلوة. هنا مسافة وهنا زمن. طيب هنا أنا ممكن أسألك سؤال في دي. هي لو أنا قلت لك أنا عايز النسبة، عايز النسبة. هنا بقى النسبة تبقى أكبر من الواحد ولا اصغر من الواحد ولا بيساوي، ولا ايه ظروفك ديت؟ انا هسألك مثلا سؤال زي ده، فانا هعمل ازاي؟ طبعا لازم هتحسب السرعه دي وتحسب السرعه دي ونقسمهم على الاثنين فعلا، وهنبدا بيها الاول. فنختار لنا نقطه حلوه. هي مثلا وليكن هنختار النقطه دي، وناخد كده وناخد كده. فهنا معانا مين؟ المسافه والزمن. مسافه على الزمن. بس انت بتعمل كده، انت معاك مادام معاك رسمه بيانيه، اعرف ان كده لازم تاخد دلتا ف على دلتا زين. يعني ايه؟
الفرق المسافات على فرق الايه الازمنة. فرق المسافات عندك أربعة ناقص صفر، 4 - 0 على 2 - 0 هيديك حوالي 2. طيب البي كده عرفنا ان الايه ب2، نمسح كده معانا الايه ب2. هنا دلتا ف على دلتا زين. ناخد البي بقى اي نقطة، ادي النقطة اهي برضو اهي، 4 - 0 على 4 - 0 هيديك حوالي 1. قشطة. كده معانا البي بكام؟ ب1. قالك النسبة ما بين ايه الى بي، 2/1. 2/1 هي تساوي 2. وانا قلت لك هتطلع النسبة اكبر من الواحد ولا اقل من الواحد؟ لا، هتطلع كده اكبر من الواحد. طب تحب اقول لك طريقة حلوة؟ قول يا مستر، قول يا باشمهندس، قول. هقول لك، خدها دي. اللي ميله اكبر زاويته اكبر، او اللي زاويته اكبر ميله اكبر، فبالتالي ما دام ميله اكبر فهي النسبة اللي ميلها اكبر على اللي ميله اصغر هو هتبقى اكبر من الواحد. تاني، اللي زاويته اكبر فين زاويتهم اكبر؟ دي زاويتها اكبر من دي، من ده اهي، من دي زاويتها اكبر. معناها ما دام هي زاويتها اكبر، ما دام الاي زاويته اكبر من البي، اعرف على طول ان النسبة من اي الى بي اكبر من الواحد، وميلها اكبر، وسرعتها هتبقى اكبر كمان. تمام. طيب، حاجة حلوة مني ليك. احسب مقدار العجلة اللي يتحرك بها الجسم في جدول المقابل. العجلة يتحرك بها الجسم، ماشي. العجلة ده المفروض ديت المسافة، الزمن، ماشي. العجلة بتساوي سرعة على الزمن، السرعة على الزمن، ماشي. 2/1 1، 2/2 ال2/1 2، 2/2 1، 6/3 2، 8/4 2، 10/5 2. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده ايه ده؟ ازاي 2/1 2 و2/2 فالواحد؟ في حاجة مش مظبوطة، الرسمة برضو شكل السؤال كمان ضارب. ما علينا. رسومات كمان، يلا يا عم. احلى رسومات. بص انت كده خدنا حوالي بتاع نص ساعة بنحل في وحدة اولى. جسم يتحرك طبقا للعلاقة البينية كما بالشكل. احسب سرعة الجسم ونوعه. سرعة الجسم عندنا المسافة، خد لك اي نقطة، ادي نقطة وادي نقطة. 25/5، 25/5 هيديك حوالي 5. وسرعة الجسم 5 متر على الثانية. نوعه منتظم. طيب المسافة التي يقطعها الجسم بعد 4 ثواني. 4 ثواني يقطع الجسم مسافة قد ايه؟ مسافة 20 متر. سهل. طيب إذا تحرك الجسم يمينا 20 متر، يمين كده، بعد كده جنوب 10، وبعد كده تحرك شرقا 20 متر، فإن المسافة التي قطعها كام؟ أنت هتجمع 20 و10، 30، 30 و20، 50. 50 متر، سهلة دي. طيب في الشكل المقابل، إذا قطعت السيارة مسار من ألف ب في زمن قدره 30 ثانية. ألف ب ده كله في 30 ثانية، فإن سرعة متوسطة لها كام؟ أنا عطيت الأزمنة كلها 30 دقيقة، ده 30 دقيقة، 30 ثانية ايه بس؟ يا التخلف، 30 دقيقة، ماشي. عايزة بكيلومتر على الساعة. خلاص يا عم، حول 30 دقيقة للإيه؟ للكيلومتر. واحنا من الصغير للكبير بنقسم، فاقسم على 60. اسمع على 60، ماشي، بنقسم على 60. وبعد كده السرعة المتوسطة المسافات كلها تجمعها، 3 و4، 7 و7 و3، 10 10 8 دي 18 على كام؟ على بس نحولها 30 60 نسم 30/60 هديك نص ساعة. هتدي يعني نص ساعة على النص. هيديك حوالي 36 اهو. هي دي الإجابة. دي كده السرعة المتوسطة. هنا بقى آخر مسألتين. كرة تسقط سقوطا حرا من مكان مرتفع، هل يمكن أن تصل سرعتها
بعد 3 ثواني من نقطة السقوط إلى 30 متر على الثانية، علما بأن عجلة السقوط الحر 9. خلاص ثانية قوي، ثانية حلوة قوي كده. أنا عايز السرعة. السرعة هتساوي، احنا عارفين ان العجلة بتساوي السرعة على الايه، على الزمن، يبقى السرعة بتساوي العجلة في الزمن. خلاص يبقى 9 علامة 8 في 30 ثانية. ايه تاني؟ ما هو 3 مش 30. لا ما وصلتش، هي المفروض 3. هي المفروض هي كده 3 في 3. وصلت ده كام؟ 29 وعلامة 4. فهي لا، لا، لن يصل سرعتها إلى 30 متر على الثانية. تقول لأن وتكتب الخطوات دي بس. عندما يتحرك شخص 60 متر شمالا، ارسم 60 متر شمال، ادي الشمال 60 متر، ماشي. ثم يعود 40 متر جنوبا. حلو قوي، 40 متر جنوبا. عدنا 40، اتفضلي كده من 20. فإنه يحدث إزاحة مقدارها كام متر في اتجاه الدين. ماشي يا بيه. بص انا هقول لك على حاجه، نعمل حاجه كده حلوه. انا انا مشيت باللون ده 60 متر، ماشي شمال. ارجعهم 40 اهو، رجعتهم 40 متر جنوب في الناحيه اللي تحت. هنا انا بدات من ايه؟ بدات من النقطه دي وانتهيت فين؟ في النقطه دي. فانا لما اجي اروح فين؟ اروح كده من فوق، من تحت لفوق. هطلع كام؟ اطلع 20 متر في اتجاه الشمال. بس كده، بس كده ولا اروع. كده خلصنا الوحدة الأولى. نخش بقى على الأسئلتنا العظيمة، يلا بينا. بتاعت الوحدة بتاعت المنهج كله، يلا بينا. بص بقى يا بيه، أنا أجيب لك الأسئلة دي من أهلك من على الفرازة. فبص يعني مفيش أحسن من كده. والأسئلة دي هتلاقي البي دي إف ده بتاع المنهج ده، اللي هي الأسئلة اللي أنا هحلها دلوقتي دي، هتلاقيها في الديسكريبشن في الوصف أو في الجروب في التعليقات. هتلاقي البي دي إف فيه، اطبعه ويحل معايا، ماشي. يا ود ده خليها معاك وخلاص. هتلاقي بقى في جروب التليجرام، جروب تليجرام بتاعنا. لو عايز تسألني اي سؤال عندك، هتلاقي جروب التليجرام موجود في الوصف، اهو في الوصف الفيديو او في التعليقات، تمام. وبحب اقول لك كمان حاجه، في حجز، تمام. كنت بحجز بتاع اول 15 واحد، بعمل خصم 55%، تمام. في حجز الترم التاني شغال لحد دلوقتي بخصم 25%، تمام. هنبدأ امتى؟ انا هبدأ اول فبراير او قبل فبراير ب5 ايام، تمام. فهقفل الحجز ده من لحد هنا ب25% الخصم ده لعلمك يعني. لكن اول ما ببدأ شرح، اول ما ببدأ خلاص الشهر بتاعي خلاص يبدأ، اعمل حسابك هيرجع سعره الاصلي. سعره الاصلي. عايز تكلم التيم فين؟ عند ده اسمه، ده الاكونت بتاعه، تيم 1 ENG عاطف، ماشي. هتلاقي برضو الاكونت موجود فين؟ في الوصف برضو. طيب يلا نبدأ. بسم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا بك علما وبارك لنا في وقتنا. افصل كده انت زي ما انا فصلت، ويعمل لك اي حاجة، تمام. وتعالى يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت ظاهرة العبور في نهاية الطور ايه من اول في نهاية الطور الاول الانقسام الميوزي. قالك انقسام ميوزي. تحت ظاهرة العبور فين؟ في الطور التمهيدي الاول، في نهاية الطور التمهيدي الاول. ما تقوليش النهائي، لان بقولك ظاهرة العبور في التمهيدي. طيب المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعبر عن ايه؟ المسافة المقطوعة، جاب لك المسافة وجاب لك الزمن، ايه اللي بيربط منهم؟ السرعة، صح، برافو عليك. عفوا. يتكاثر الفطر عفن الخبز لا جنسيا بواسطة الجراثيم. ما هو ده ليه هقول لك عفن ويجيب لك العفن، تفتكر الجراثيم على طول، ماشي. نغير اللون عشان هو مش عاجبني، مش عارف ليه. ناخد الاخضر. العالم الذي وضع النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية مين؟ قالك النظرية الحديثة
اسمه ألفريد هويل. هيقول فريد هنفخه. هو ما ينفعش حتى يكتب فريد، المفروض يكتب ألفريد هويل، لأن هو كان مكتوب ألف ولام، فالمفروض ألفريد هويل. ما علينا. من كميات الفيزيائية التي يكفي لتحديد معرفة مقدارها فقط: العجلة لا محتاجة اتجاه، الازاحه محتاجه اتجاه، القوه محتاجه اتجاه، القوه محتاجه اتجاه. اقول لك، انا لو انت مثلا قلت اجابه غلط، وانا لما اجي عايز اديك بالبوكس في وشك اعمل ايه؟ وانا بديك في بوكس في وشك، ايديا رايحه فين؟ رايحه باتجاه وش. شايف بقول لك اتجاه وشك، هي دي يعتبر محتاجه اتجاه برضه. الكتله مش محتاجه اتجاه. طيب، يختفي الفرد الابوي عندما يحدث تكاثر فين؟ يختفي الفرد الابوي، ما بيموتش بس بيختفي فين؟ ها، في الخميرة؟ ده انا هخمرك في عفن خبز. انت معفن يا ولا؟ والله العظيم عيش الغراب ده انت فعلا عيش غراب. هي بكتيريا. البكتيريا بتعمل تكاثر الايه؟ بالانشطار الثنائي، والانشطار الثنائي ما بيختفيش الفرد، ما بيموتش الفرد، هو بيختفي فقط. طيب، عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي وعدد الكروموسومات في البويضة. عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي بتساوي عدد الكروموسومات في البويضة. ما قالكش المبيض. انت عارف لو قالك المبيض اقدر اقول لك نصف عدد الكروموسومات في المبيض. طيب، مفهوم الحركة للجسم يعني تغير موضوعه بمرور الزمن. طيب، العاملان اللذان يمكن بهم وصف حركة الجسم هما ايه؟ والله انا لولا الكتاب كنت هقول لك الازاحة والزمن. ليه؟ لان هو ذكر لك وقال لك الحركة من امثلة الحركة في اتجاه واحد وخط مستقيم، يعني محتاجة اتجاه، والاتجاه محتاج ازاحة وزمن. انا لولا الكتاب كنت هقول لك ازاحة وزمن عشان خاطر اوافق الكتاب، بس هيقول لك لا، هيقول لك مسافة وزمن. هو كده عرض نفسه. هو اللي انت في الامتحان لو جالك اكتب مسافة وزمن عشان تاخد الدرجة بتاعتك، لكن انا من رأيي الشخصي المفروض مساحة وزمن. وانت بتكتب في الاجابات اكتب مسافة وزمن، اكتب مسافة وزمن، ده في منهجك انت. وضحت؟ ما تعملش تقولش مساحة وزمن، انا بيني وبينك انت بس. طيب، الجسم المتحرك يقطع مسافة قدرها 500 متر في 25 ثانية. تكون سرعتها كام؟ عايز السرعة ومعاك الزمن ومعاك المسافة، فالسرعة بتساوي المسافة على زمن 500 على 25 هيديك 20 متر على الثانية. طيب، إذا تحرك القطار بسرعة 100 متر كيلومتر على الساعة فإنه يقطع مسافة قدرها 500 كيلومتر، فالزمن قدره كام ساعة؟ عايز الزمن ومعاك السرعة ومعاك المسافة. خلاص، الزمن بيساوي المسافة في السرعة 50 على 100. ها، 50 على 100 هيديك حوالي كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نص. هيديك حوالي نص. هي فين ال11؟ نص. طيب، السرعة السيارة مقدارها 120 كيلومتر على الساعة، وسرعة سيارة مقدارها 40 متر على الثانية. الله، مديك كيلومتر على الساعة ومديك متر على الثانية. حاول الكيلومتر على الساعة يا اخويا في اضربها في 5 على 18 هيديك رقم هيبقى أقل من 40. تمام، جرب انت. إذا كانت زاوية سقوط الشعاع الضوئي على سطح مرآة مستوية 60 درجة، فإن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس كام؟ مديك شعاع الضوء الساقط زاوية شعاع السقوط ب60، عايز ما بين السقوط وما بين الانعكاس الحتة دي كام؟ 120. سهلة جدا. إذا سقط شعاع ضوئي عموديا على سطح حاجز فإن زاوية الانعكاس بتساوي صفر. أبعاد الصورة الجسم المتكونة في مرآة مستوية دائما تساوي أبعاد الجسم. إذا توقف الشخص أمام مرآة مستوية على بعد 3 متر تكون المسافة بينه وبين سطحه 6 متر. سهلة برضو. المسافة بين مركز تكون المراية وبؤرتها تساوي ربع قطر التكور. بص، انت عارف من كتر ما انا بحل اسئله كتير فبتبقى سهله. زي المسافه بيقول لك المسافه بين مركز تكور وبؤرتها. انت عارف ان البؤره بتساوي نصف القطر، صح؟ طيب، نصف القطر يبقى بتساوي ربع القطر كله، واخد بالك؟ ادي الدايره، ادي الدايره، وادي نص القطر. انت كده بتقول دي نص القطر. طب نص القطر بيديك ربع القطر، صح؟ ما اسكان نصف القطر، زي ما انا بقول لك كده. 100 نصها ايه؟ 50. يبقى نص 100 كام؟ 25. يبقى ربع 100 25. هي زي ما بقول لك نص 50. نفس الكلام. وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع. من كميات الفيزياء القياسية الزمن رحلة ما. من الكميات الفيزيائية التي يلزم لتحديد معرفة مقدارها واتجاهها القوة. طيب، اللي بعده: إذا كان بعد البؤري
البعد البؤري لعدسة مقعرة 6 سنتي، فإن نصف قطر تكور هذه العدسة يساوي كام؟ البعد البؤري 6، يبقى نص القطر 12. إذا كانت المسافة بين مركزي تكور وجه العدسة كام؟ 20. بين مركزي، المركز الأول والمركز التاني، ما هي دي عدسة مثلا ودي عدسة، دي ليها مركز ودي ليها مركز، دول كده يعتبر ايه؟ 20. فإن البعد البؤري يساوي كام؟ ده 20 يبقى نصهم 10، يبقى نصه 5. طيب، يحتوي الكون على حوالي 100,000 مليون مجرة. طيب، يقع نظامنا الشمسي على أحد أذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. ينقسم السنترومير كل كروموسوم طوريا، فتنفصل الكروماتيدات عن بعضهما في الطور الكام؟ ينفصل، يبقى انفصالي. خلية جسدية بها 20 كروموسوم، فإذا انقسمت ميتوزين يكون عدد الكروموسومات بكل خلية من الخليتين ناتجين كام؟ قالك انقسمت ميتوزي يكون عدد الكروموسومات بكل خليتين كام؟ قالك ميتوزي يبقى ده 20 بيطلع لك 20 تاني. طيب، خلايا نقط لا تنقسم مطلقا، خلايا كرة الدم الحمراء البالغة، لكن لو قالك الشابة اللي هي الشباب دي تنقسم عادي لحد ما توصل لعمر معين ومش هتنقسم. يتكون الكروموسوم من ايه؟ كروماتيد قبل بداية انقسام الخلية، وبيكون من 2 كروماتيد. ليه؟ لأن هو مر بحاجة اسمها الطور البيني. ولا مش عارف الطور البيني يجي يكلمني في جروب التليجرام، هتلاقي في التعليقات هتلاقي الفيديو بتاع الطور البيني ده موجود فيها. الفيديو ده شرح الطور البيني، ان هو بيمر قبل انقسام الخليه، مر بحاجه اسمها طور بيني. فالطور البيني عمل اسمها مضاعفه كل حاجه، خاصه الماده الوراثيه كمان. طيب، فعشان كده بدل ما كانت كروماتيد واحد اتحولت ل2. يعاد ظهور كل من النوايا والغشاء النووي في الطور النهائي. النهائي. طيب، يتكاثر البراميسيوم بواسطه الانشطار الثنائي. سهله دي برضو، سهله ومش مستاهله. طيب، يحدث تكاثر بالتبرعم فين؟ في الاسفنج. ينفع له. يتم التكاثر الخضري طبيعيا بواسطة الجذر والساق والأوراق ما عدا البذور. ماشي. جميع الخلايا الآتية تحتوي على مادة وراثية لكائن الحي كاملة ما عدا. الله 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 الله. ركز يا حبيبي على كلمة كاملة، يعني بتاع 46 كروموسوم. الجرثومة فيها 46، البرعم فيها 46، الزيجوت فيها 46، حبة اللقاح. حبة اللقاح هي اصلا جاية من المتج. ركز ركز. المتج بتطلع حبوب لقاح، حبوب اللقاح تحتوي على نصف عدد الكروموسومات. طيب، اذا تحرك شخص 8 متر باتجاه الشمال، يليها 4 متر باتجاه الشرق. ماشي، 8 باتجاه الشمال و4 متر باتجاه الشرق ثم 8 باتجاه الجنوب. عايز الازاحة يا عم، 8 و4 8. انا هروح هنا، لا مش هنا، اروح باتجاه ده، فيطلع لي كام؟ 4. سهل. عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي الصفر، فإن يعني الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. لما العجلة بتساوي الصفر يبقى السرعة منتظمة. وبالمرة الرسمة بتاعت السرعة والزمن، ودي كده سرعة منتظمة، كده بيساوي عجلة بتساوي صفر. أما هنا المسافة والزمن السرعة كده منتظمة، هنا برضو العجلة بتساوي صفر. أنا عرفتك بس إيه الحاجتين برضو من الآخر يعني. يجب أن يوضع الجسم على بعد من المرآة المقعرة بعدها البعد 10 سم لتكوين صورة مساوية للجسم. قالك البعد بعد 10، يبقى أنا لازم أحط الجسم على بعد كام؟ 20، عشان خاطر البعد بعد 10 فالمركز هتبقى كام؟ 20. ولو أحطه على المركز هيطلع لي الصورة التانية مساوية للجسم عند المركز. إذا وضع جسم مضيء على بعد 60 سنتيمتر من المرآة المقعرة بعدها البعد 30، فتكون له صورة عند المركز التكور. ليه؟ أنا معاك البعد البعدي 30، يبقى المركز 60، نص القطر 60، وانا حاططه عند المركز، يبقى يطلع لي عند مركز التكون. طيب، تتكون المجرات من مجموعات من من النجوم ماشي. تقع نقط في احدى اذرع الحلزونيه لمجره درب التبانه المجموعه الشمسيه. ماشي. ايه اللي بعده؟ يتكون النظام الشمسي من كام؟ من 8 كواكب تدور حوله. ماشي. يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهريه في خلايا المنتج لتكوين حبوبيضات، لا. حبوب لقاح او حيوانات منويه، لا. كروموسومات، لا. تستعد الخلية للدخول في مراحل الانقسام الميوزي بتضاعف المادة الوراثية في الطور البيني. تتكثف المادة الوراثية وتظهر في شكل أزواج متماثلة من الكروموسومات في الطور أزواج متماثلة في الطور التمهيدي الأول. يحدث تكاثر الانشطار الثنائي فين في البكتيريا واليوجلينا. يتكاثر نجم البحر لا جنسيا بالتجدد. يعتمد التكاثر في الخميرة ونجم البحر بالانقسام الميتوزي. يسير الشخص، ما ليه ما قلتش تجدد؟ لان الفتره الخامره ما بيعملش تجدد.
يسير شخص عدة دقائق ثم يجري بعدها عدة دقائق أخرى، فتكون سرعته المتوسطة بتساوي كده، تبقى أقل من سرعته النهائية. ليه؟ أنا كنت في الأول خالص سرعتي الابتدائية كنت بمشي، فكانت المسافة قليلة مع زمن كبير، فكده سرعتي بقت قليلة. وبعد كده جريت في عدة دقائق أخرى، فأنا كده خدت مسافة كبيرة في زمن قليل، كده معناها إن سرعتي كبيرة، فيعتبر السرعة النهائية هنا كبيرة والسرعة الابتدائية هنا إيه؟ صغيرة. فسرعته المتوسطة هتطلع ايه سرعته النهائية؟ ما هي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، في كلا الأحوال هتطلع أقل من السرعة النهائية وش يعني. لأن لو فرضنا السرعة الابتدائية ب5 والسرعة النهائية ب20، تمام؟ فأنا كده هطرح ال20 من ال5 هيطلع لك 15، فتبقى السرعة المتوسطة كده كده أقل من النهائية في كلا الأحوال يعني. قطار بدأ الرحلة طوله بدأ الرحلة ماشي، طولها كام؟ 200 كيلومتر. 200 كيلومتر ازاي دي؟ قطع مسافة 200 كيلومتر الساعة 6 صباحا بسرعة قدرها 40 كيلومتر على الساعة، فيكون موعد الوصول كام؟ مالكش دعوة بدي، مالكش دعوة بدي خالص. هقول لك هنستخدمها امتى. انت معاك السرعة ومعاك المسافة، عايزين الزمن بتساوي المسافة على السرعة. معاك 200 على 40 هيطلع لك حوالي 5 ساعات، هياخد 5 ساعات عشان يوصل. حط 5 و6 كام؟ 5 على 6، يعني هو يبدأ من الساعة 6، حط عليهم 5 يديك 11، يبقى الساعة 11 هيكون وصل. طيب اللي بعده، دخلنا في السؤال ال50 اهو، في تلت ساعة ماشي. النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة سالبة. قالك عجلة سالبة السرعة النهائية بتساوي السرعة النهائية بتساوي 0 مثلا وليكن، والسرعة الابتدائية بتساوي مثلا 5، فالسرعة النهائية ناقص 5 يطلع لك -5. فتبقى كده اصلا لو قلنا النسبة، فالنسبة بين السرعة النهائية على السرعة الابتدائية لو 1 على 2 مثلا، لو دي مثلا 1 ودي 2، فتبقى أقل من الواحد. طيب استغرقت سيارة 4 ثواني لتصل سرعتها إلى 9 أمثال سرعتها الابتدائية، فإن السيارة تتحرك بعجلة قيمتها كام؟ بالراحة. قال لك أنا خدت 4 ثواني عشان أوصل سرعتها ل9 أمثال سرعتها الابتدائية، كده السرعة النهائية بتساوي 9 عين 1. فأنا كده عايز العجلة بتساوي -2 - عين 1 -2 شيله وحط 9 عين 1 يطلع لك 8 عين 1 على زين. انا معايا 4، زين بتساوي 4 يبقى على 4، يبقى على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاتنين، يبقى يطلع لك 2 عين 1 يطلع لك الضعف. طيب عندما يتحرك جسم مسافة 20 متر في خط مستقيم في اتجاه ثابت، ركز بقى ركز ركز، عايزين نقفل غايتنا ان احنا نجيب الدرجة النهائية. عندما يتحرك الجسم مسافة 20 متر في خط مستقيم في اتجاه ثابت، يكون مقدار ازاحته كام؟ 20. ليه مش قلت لك خط مستقيم في اتجاه ثابت؟ ركز يا حبيبي، ركز يا بابا. إذا وضع جسم على بعد 70 سنتيمتر من مرآة مقعرة بعدها البعد 40، تكون له صورة على بعد كام؟ أنا حطيت جسم على بعد 70 وأنا أصلا البعد البعدي كام؟ 40، يبقى كده معايا المركز كله كام؟ 80. يبقى أنا حطيته ما بين المركز، من البعد وما بين المركز، وكل ما أنا قربت كل ما هو بعد، فيطلع لي أكبر من ال80. إيه ديت فكرة تبقى أفكار الحل بكده يا حبيبي، أنت تكون عارف إنها تطلع لك إيه في الآخر. طيب مرآة مقعرة نص قطرها 50، ولكي تتكون لجسم موضوع أمامنا صورة تقديرية معتدلة مكبرة. أنا عايز صورة تقديرية معتدلة مكبرة، يبقى أنا عايز أعملها أقل من البعد البؤري. يجي وضع الجسم على بعد كام؟ أقل من البعد البؤري. البعد البؤري كام؟ المفروض البعد البؤري يبقى 25، أنا عايز أقل من كده. أي حاجة أقل من 25، 12 مفيش غيرها. يستعين الأطباء الأسنان بمرآة مقعرة. ركز معايا، حل معايا، ركز، سم الله صلى على رسول الله كده. من خواص الصورة متكونة في المرآة المحدبة ايه؟ تقع خلف المرآة ومعتدلة. ماشي. العدسة المحدبة أكبر سمكا فيما يلي يكون بعدها البوري كام؟ هنا أنا وقفت وتنحت على المسألة دي لحد ما فهمتها، ما خدتش وقت برضه، فهمتها ليه؟ يا ابني لما يكون السمك كبير، وانا قلتها اصلا، قلت لك لما يكون السمك كبير البعد البؤري يقل. السمك كبير القطر يزيد، تمام؟ يقل، لا يزداد بقى، يزداد تحدب المراية.
ويقل البعد البؤري، فاختار اي بعد بؤري قليل جدا. قال لك اكبر سمك يبقى هو اقل بعد بؤري، اختار اي اقل واحده اللي هي 4. ركز، دي حلوه جدا عجباني جدا. إذا وضع الجسم على بعد 22 سنتي من عدسة محدبة وبعدها البؤري 10 سنتيمتر، تكون صورة جسم إيه؟ أنا وضع الجسم على بعد 22، بعدها البؤري 10، يبقى هو أصلا كام؟ المركز 20 وأنا حطيتها بين 22، يعني أكبر من ضعف البعد البؤري. فيطلع لي إيه؟ صورة حقيقية مقلوبة. ثانية لا، المسألة ديت مش مظبوطة على فكرة. حقيقية المفروض حقيقية مقلوبة، فلا الرسمة دي غلط، السؤال ده غلط. المقدارية فين؟ حقيقية مش حلو مش حلو. كنسل دي خالص. ماشي. نيجي على 58. جسم موضوع امام عدسة محدبة بين بؤرتها ومركز تكورها، تتكون له صورة ايه؟ تتكون له صورة تبقى حقيقية مقلوبة مكبرة. ماشي. اذا وضع الجسم على بعد اكبر من الضعف البعد البؤري العدسة محدبة بعدها البؤري 5 سنتيمتر، تكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة على بعد كام؟ انا حطيت على بعد اكبر من ضعف البعد البوري. اعمل حسابك، قالك بعد البوري 5، يبقى المركز كام من القطب المرآة للمركز 10. انا كده انا مادام حطيتها اكبر من ضعف البعد البوري، فالصوره اللي متكونه هتبقى ما بين البوره وما بين المركز، بين البوره وبين المركز، ففعلا هتبقى اقل من 10. اختار اي حاجه اقل من 10. 8 مش 5، انت كده عند البؤره نفسها فمش حلوه. من النظريات المفسره لنشأة الكون لا توجد اجابه صحيحه، عشان قالك الزوتيم نظريه حديثه النجم العابر. لا احنا عايزين نظريه الانفجار العظيم، عشان بيقولك نشأة الكون. طيب، يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل وأنه في حالة تمدد مستمر. طيب، بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم أصبحت درجة الحرارة كام؟ 10,000 مليون درجة. لو أنت معايا، عدد الكروموسومات في المشيج يساوي عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية، نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية. عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي يساوي عددها في البويضة. كل مما يأتي يحتوي على نصف المادة الوراثية للنوع ما عدا خلايا الكبد. خلايا الكبد بتحتوي على المادة الوراثية كاملة. تحتوي الخلية الناتجة من انقسام ميوزي على كام؟ عدد الكروموسومات التي تحتويها الخلية الناتجة عن انقسام ميتوزي. حلو السؤال ده عاجبني. الخلية الناتجة من انقسام الميوزي كام؟ 4 خلايا. والميتوزي كام؟ خليتين. فهنا دي خلية كبيرة ودي خلية صغيرة. لو احنا اختصرناها وطلع لك 2 إلى 1، فهتبقى ضعف عدد الكروموسومات التي تحتويها الخلية الناتجة من انقسام الميتوزي. هو مدينا 4 خلايا، هي فعلا كده ضعف. تحتوي الخلية الناتجة من انقسام الميوزي. لا 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 لا. بقول لك عدد الكروموسومات، فبتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اللي تحتويها الخلية الناتجة من انقسام ميتوزي لنفس الكائن، فتبقى نصف. يمكن الكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام تكنولوجيا النانو لبساطة جزيئات الذهب النانوية. يحدث تكاثر بالأبواغ في جميع الكائنات التالية ما عدا نجم البحر. يلا يا كلب البحر. يعد التكاثر اللاجنسي بالأبواغ أكثر شيوعا في بعض الفطريات والطحالب الاحتواء على إيه؟ على جراثيم. يختفي الفرد الأول عند حدوث تكاثر بالاشتراك الثنائي، قلنا قبل كده. يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماما للنبات الأم عن طريق زراعة الأنسجة. واحنا قلت لك عندك لبن جوز الهند. لبن جوز الهند. طيب، بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين 75%. اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي بعد حوالي 5000 مليون سنة. تكونت الشمس بعد حوالي 10,000 مليون سنة من الانفجار العظيم. اللي بعده، من وحدة قياس السرعة متر على الثانية. عند وضع الجسم عند بؤرة مياه محدبة تتكون له صورة كام؟ عند البؤرة لا توجد إجابة صحيحة، لا مش هتتكون له صورة أصلا. يمكن الحصول على صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم بواسطة تقديرية معتدلة مراية مستوية. الصورة الحقيقية دائما مقلوبة. تستخدم المراية الكرية فين؟ في الفرانات البحرية. توضع المرآة
على أرصفة السكك الحديدية حتى يتمكن السائق من فتح وغلق أبواب دون إصابة الركاب. مراية محدبة. تعتبر نظرية إيه أقدم النظريات فسرت نشأة الكون؟ هي نظرية السوديم، نشأة المجموعة الشمسية. تأثر لابلاس عند وضع نظرية السوديم على بشكل الكوكب مين؟ زحل في الفضاء. طبعا نظرية لابلاس نشأ المجموعة الشمسية من كرة غازية متوهجة أطلق عليها اسم السوديم. قالك لابلاس يبقى هو له علاقة بالسوديم. عدد الخلايا الناتجة من انقسام الميوزي يعادل عدد الخلايا الناتجة من الانقسام الميتوزي. هي دي بقى أنا عايز أقولك عدد الخلايا الناتجة كام؟ 4 خلايا. عدد الخلايا الناتجة من انقسام الميتوزي خليتين، فكده يعتبر الضعف، لأن دي 4 أنت هتشيل 2 وتشيل 2 يبقى هنا معاك 2 ومعاك 1، فتبقى الضعف من انقسام الميوزي. طيب اللي بعده. جميع الكائنات الحية الآتية تتكاثر لا جنسيا ما عدا بذرة الفول. ما احنا بنقول صح الصح الصح والغلط ده احنا اللي بنختاره. فالهيدرا صح فعلا بتتكاثر لا جنسي، عارف ان الخبز فعلا بتتكاثر لا جنسي، الفطر الخاملة بتتكاثر لا جنسي، بذرة الفول ما بيتكاثرش لا جنسي، وده الغلط وده اللي هنصححه. طيب يعتبر التكاثر ايه مصدر التغيير الوراثي؟ التكاثر الجنسي. يتم ايه في التكاثر الجنسي بالانقسام الميتوزي؟ ال يتم ايه في التكاثر الجنسي بالانقسام الميتوزي؟ نمو الزيجوت. كان اصلا جاي من انقسام ميتوزي، فانت جاي اصلا انقسام ميوزي جاي من تكاثر جنسي، بس بينمو عن طريق الانقسامات الميتوزيه. والانقسامات الميتوزيه دي من اهمها نمو الجنين او نمو الانسان يعني. طيب يحتوي ايه على مادة وراثية من الكلى من الابوين ويعطي عند نموه فردا جديدا يجمع بين الصفات الوراثية لفردين ابويين؟ هو الزيجوت. هو اللي بيحتوي على مادة وراثية الكلى من الابوين، وبيعطى عند نموه فردا جديدا يجمع بين صفاته الوراثية الفردين الابويين. طيب الكائنات الناتجة عن تكاثر ايه ليس لها نفس تركيب المادة الوراثية؟ انا مش عايزها. امم كائنات الناتجة ليس لها نفس تركيب المادة الوراثية. الجنسي. انا مش عايز دي ولا عايز دي ولا عايز دي. طيب اذا وضع جسم مضيء على بعد 80 سنتيمتر من عدسة محدبة بعدها البعد 50 تتكون له صورة على بعد كام؟ هتبقى اكبر من 100. هتبقى اكبر من 100. طيب اذا وضع جسم على بعد اقل من البعد البؤري، لعدسة محدبة تكون له صورة حقيقية لا تقديرية معتدلة مكبرة. طيب يمكن تكوين صورة تقديرية مكبرة باستخدام المراية المقعرة والعدسة المحدبة. سهلة جدا. الصورة متكونة للجسم موضوع أمام عدسة مقعرة على أي بعد منها تكون؟ الصورة متكونة تقديرية مصغرة. ماشي اللي بعده. قالوا نخلص اهو. الشخص السليم العينين يرى الأشياء القريبة بوضوح على مسافة لا تقل عن 25 سنتي. قصر النظر يؤدي إلى تجمع الأشعة الصادرة عن الجسم أمام الشبكية مش خلف الشبكية عشان مش هتربك. تستخدم العدسات اللاصقة بديل النظارات الطبية. من أسباب المرض المياه البيضاء جميع ما سبق التيسير اللي هو تيسير عقاقير الشيخوخة إلى السداد الوراثي. يرجع سبب توجه وانفجار النجوم كالشمس إلى تفاعلات نووية. راجع وهتلاقيها. يرجع ألفريد ويل تحكم الشمس في مدارات الكواكب حولها إلى إيه؟ قوة جذب الشمس. هي ديت النظرية اللي هو مش عليها. أطلق تلسكوب هابل على ده ليدور حول الأرض أنسب وحدة قياس لارتفاع التلسكوب عن سطح الأرض هو بالكيلومتر، ما كان قايل لك عليها 500 كيلومتر. العلاقة البينية المسافة والزمن على هيئة خط مستقيم عبر نقطة الأصل تمثل إيه؟ تمثل لك السرعة. منتظمة. قال خط مستقيم يمر بنقطة الأصل فده يعتبر سرعة منتظمة. تتطابق المسافة مع الإزاحة عندما يتحرك الجسم في اتجاه واحد في خط مستقيم. الجسم الذي يبدأ حركته من السكون تجعل عجلة حركته كام؟ الجسم يبدأ حركته من السكون تكون العجلة حركتها هتكون حركتها موجبة. ليه؟ لأن السرعة النهائية هتبقى برقم موجب أكبر من السرعة النهائية. طيب أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت تسمى الإزاحة. ما تستهونش بالأسئلة اللي زي دي غيرك ما أصلا مش عارفها. البعد البؤري المراية الكورية يساوي كام؟ نصف قطر التكور. نصف قطر التكور. الشعاع الضوئي ساقط المار بالبؤرة بؤرة المراية المقعرة هينعكس موازيا للمحور الأصلي. القطعة الضوئية التي تكون الصورة التقديرية معتدلة مصغرة للجسم مراية محدبة.
إذا وضع جسم على بعد 50 سنتيمتر من المراية المقعرة بعدها البؤري 20 سنتيمتر، تتكون صورته على بعد كام؟ أكبر من 20 وأقل من 40 سنتيمتر. وحدة بداية الكون: النجوم. المجرة ولا النجوم؟ المجرة. تستغرق الشمس حوالي 220 مليون سنة. وكمل انت بقى. يحدث انقسام ميوزي في الإنسان والحيوان المنوي في خلايا الخصية لتكوين ايه؟ حيوانات منوية. إذا كان عدد الكروموسومات في خلية الكبد الكائن الحي 32 كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات في المزيج المذكر له يساوي كام؟ 16. طيب، إذا كانت السرعة المنتظمة للسيارة 72 كيلومتر على الساعة، فهذا يعني أن سرعتها تساوي كام؟ متر على الثانية. اضرب 5 على 18 يطلع لك الناتج بتاع 20. قطعة ضوئية التي تكون سرعة معكوسة مساوية للجسم هي ايه؟ مراية مستوية. العالم الذي أسس نظرية السوديم لابلاس. تظهر خطوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور النهائي عادي. لا، في الطور تظهر في الطور التمهيدي. العالم الذي وضع نظرية لابلاس نظرية الحديثة تفسير نشأة المجموعة الشمسية مين؟ ألفريد دويل. يتكون النظام الشمسي من 8 كواكب. الخط التواصل بين مركزي التكور تحيل عدسة المر بمركز البصر للعدسة يساوي كام؟ المحور الأصلي، ما قالك مركز التكور. طبقا لنظرية الانفجار العظيم، كانت نسبة غاز الهيدروجين هيليوم 25 والهيدروجين 75. يبقى كام؟ 1:3. 1:3. وكده خلصنا المراجعة، الحمد لله. خدنا قد ايه؟ خدنا حوالي ساعة و5 دقايق. كان فيها أسئلة كمان كنت عايز أحلها، نأجلها بقى. يلا أشوفكم على خير.